افضل رمضان هو اكتر رمضان متعب، اكتر رمضان مريح نفسيا، هو اكتر رمضان مجهد. العبادة في رمضان ده شهر اجتهاد، عامل زي الحج كده. فريضة الحج هي فريضة فيها مشقة، ما ينفعش حد يروح يحج حجة صح ويرجع مش مرهق، دي حاجة غريبة محدش يعرفها. فشهر اجتهاد زي ما بنجتهد في اي حاجة في الدنيا، امتحانات، شغل، بتجتهد بتتعب، بس ايه اللي بيخلي الجهد ده ليه طعم ولذة؟ النتيجة اللي بتطلع بيها والعمل اللي بتطلع بيه. رمضان نفس الفكرة، كل ما خرجت من مقعد المشاهد لرمضان ونزلت المقعد المجاهد في رمضان هتلاقي نفسك بتتغير. بجاهد نفسي اولا، اللي قاعدة طول السنة سرحانة دي فما بسمعش كلامها، لان السنس بتاعها هو سنس اصلا مشوه. اصل مش حاسس ان انا عايز اقف ورا الشيخ ده. لا معلش، احساسك معلش، انا بحترم احساسك وانت انسان جميل كل حاجه، بس انت مش دايما احساسك صح. حاسس ده بالعكس، ده هي دي اساس تزكيه النفس، انك تراوغ النفس. حاسس انك مش عايز تمسك المصحف، قوم امسكه دلوقتي حالا. حاسس انك عايز تنتخ كده وتقعد تفتح التلفزيون وتتفرج عليه ساعتين ثلاثه، اقفل وقوم امشي فورا. حاسس انك عايز تروح تقضيها في السحور دوت والفطار دوت، تعمل لك 5 خروجات وست بتاعه وتتفرج على كل الفود ريفيوز بتاعت رمضان، فتقعد تقضي رمضان كله بتروح من مطعم لمطعم ومن ديزرت لديزرت عشان تجرب. اعرف انك محتاج توقف ده فورا. الجهاد بتاع النفس ده اولا ده بيربي عضله انت محتاجها باقي السنه، لان اصلا سر ان انت مش عارف تطلع لقدام ان انت مش عارف تسوق البتاع اللي انت راكبها، النفس بتاعتك دي انت مش عارف تسوقها. فرمضان شهر تدريب ازاي تسوقها، فجاهد نفسك واتعب. اتعب هتتبسط في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ابن القيم بيقول ده جزاء اللي بيبعد عن ذكر ربنا في الدنيا وفي الآخرة، بياخد له واحدة في الدنيا وفي الآخرة. الأولى في الدنيا الضنك ده، عكسه تماما المقبل على الله سبحانه وتعالى، حتى ولو مجهد جسديا نفسيا، مطمئن ساكن راضي. ربنا بينزل حاجات من السما كده ما تحسبهاش بالعقل. ازاي يا جماعة؟ أنا زمان كنت بقول كده، ازاي يا جماعة الراجل اللي واقف بيصلي بجزء ده الناس واقفين وراه ورجليهم وجعاهم وواقفين، وبعد كده تكتشف اصلا في ناس بيصلوا ب4 وب5. الناس دي مجانين، رجليهم ما بتوجعهمش، ظهرهم ما بيوجعهمش، ما بيتضايقوش. يا عم في ناس بيعرفوا يعملوا كده يبقوا مبسوطين. فجاهد نفسك، التعب لله، الجايزة بتاعته هنا طمأنينة ورضا ومغفرة لذنوبنا وانت عارفين عاملين قد ايه، ودعوات هنموت عليها. في رمضان دعوات بص بتروح كده والله نفحات، فتلاقي ممكن حياتك كلها تتغير مقابل شوية الجهد ده. طب ما نتعب بقى. التانية عشان ما اطولش عليك، وانا عارف ان انا طولت، مش واخد بالي وقت بس طولت. تاني واحدة ان رمضان ده مش شهر التفات. الناس انا كنت بقعد برضو بنشغل يا جماعة، طب انا جديد معاكم في رمضان، ادونا جداول رمضان. لا ما تخشش في جداول رمضان والحوارات دي. خش في رمضان بتركيز ان انت يا رب بينك وبين ربنا، مش محتاج جدول من حد. انا يا رب جاي مقبل عليك. بص على ناس بتعمل ايه عشان تاخد افكار، بس اصنع انت جدولك، اصنع انت جهادك، لان انت محتاج تعمل الصعب عليك. وانك في حاجات ممكن ربنا يفتح لك فيها ما فتحهاش لفلان، وحاجات فلان بيعملها انت بالنسبه لك تعقدك. فانت اجتهد واقبل على الله. في وعد رباني: من تقرب اليه شبرا تقربت له اليه ذراعا. اللي هيروح لربنا كده كده في وعد ربنا هيسحبه من الناحيه الثانيه. انت جاي هتتسحب، انت جاي هتتسحب. فخليك مركز وما تبصش يمين وشمال. طب نتدبر ولا يا عم اعمل حاجه. اعمل اي حاجه، فيه ابوس ايدك اعمل حاجه.